أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى، برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. كل حلقة بننزلها بأربع أشكال، بالعربي وبالإنجليزي وبشكل صوتي بس يعني بودكاست، وشكل فيديو هنا على يوتيوب. وهتلاقوا كل الروابط في وصف الفيديو ده، والمراجع بتاعتنا كمان هتلاقوها في الوصف تحت. معاكم رضوى عويشة، ورضوى شرف. دكاترة في كلية صيدلة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن أكتر قصص النجاح اللي موجودة في تاريخ العلوم والصحة العامة في مجال التطعيمات، وهي قصة الجدري وإزاي إحنا كبشرية قدرنا نقضي على المرض ده تماما. خلينا الأول نبدأ كده. رضوى، ممكن توضحي لنا هو إيه الجدري للناس اللي متعرفش؟ تمام، هو مرض الجدري ده هو مرض معدي بيسببه الفيروس المسؤول عن مرض الجدري، وهو من أكتر الأمراض السيئة والبشعة اللي البشرية عرفتها. هو في الأول خالص لما حد بيتعدي بالفيروس بتاع الجدري بيجيله حمى وبعد كده قيء. في خلال كام يوم بيبدأ يظهر طفح جلدي على الجسم، والطفح الجلدي ده بيبقى عبارة عن بثور، والبثور مليانة زي سائل كده. بعد شوية البثور دي والطفح الجلدي ده بيبدأ يعمل زي قشرة وبعدين يقع، والنتيجة إن هو الشخص ده بنسبة كبيرة بيعيش تشوهات على جسمه، بيعيش بيها طول حياته. ده لو ما كانش الشخص مات بالمرض، لأنه الفيروس بيموت حوالي 30% من الناس اللي بيجيلها المرض. معظم بقى الناس اللي مش بتموت كمان بتعيش بالتشوهات، وكمان ممكن يسبب العمى وممكن يأثر على العين كمان. فهو من أسوأ الأمراض اللي الناس شافتها في حياتها في العالم يعني. للأسف فعلا الصور بتاعت الناس اللي أصيبوا بالجدري دايما بتبقى صعب الواحد يبص عليها، يعني ربنا يعافينا جميعا. و30% نسبة عالية قوي. طب هو كان في مناطق معينة في العالم متأثرة يمكن أكتر من مناطق تانية ساعتها؟ هو أول ذكر للمرض ده في التاريخ المكتوب بيرجع لشمال شرق أفريقيا، يعني مصر يعني. هو يعني لقوه في المومياوات المصرية. ولو حد زار المتحف الحضارات، متحف الحضارات الجديد، هيلاقي الموميا بتاعت الملك رمسيس الخامس ظاهر عليه وعلى وشه الآثار بتاعت مرض الجدري. فهو يعتقد إن الملك ده جاله جدري ومات بيه. هو الحقيقة بعد كده المرض انتشر لأماكن كتير في العالم، تقريبا كل العالم عانى من مرض الجدري. في القرن الثمنتاشر كان بيقدر إنه حوالي 400 ألف واحد في أوروبا بيموتوا كل سنة بمرض الجدري، وإن حوالي تلت حالات العمى أو فقدان البصر جاية بسبب مرض الجدري. في آخر 100 سنة قبل ما المرض ينقرض ونقضي عليه، المرض ده موت 500 مليون شخص في العالم. فهو كان مأثر على أماكن كتير، وناس كتير قوي اتأثرت بيه وتوفت بيه. طيب احنا في الأول يا رضوى قلنا إن الجدري كان من أكتر قصص النجاح من حيث التطعيم. ممكن تحكي لنا كده القصة بتاعت أول تطعيم في العالم حصل إزاي؟ هو فعلا مرض الجدري عند العلماء يعني عارفين ان هو مرتبط في ذهنهم بان هو قصة اول تطعيم في العالم. هي الفكرة ان التطعيم دايما يعني بيرتبط باسم دكتور بريطاني اسمه ادوارد جانر، يعني سنة 1796 طلع التطعيم ده. بس احنا ممكن نحكي القصة من قبل كده. هو الحقيقة انه الناس من زمان جدا بدأوا ياخدوا بالهم إن اللي بيجيله مرض الجدري وبيخف منه مش بيموت منه، مش بيجيله تاني. فهم بدأوا يفهموا إنه الشخص ده لو عديناه بحاجة بسيطة كده من المرض ممكن إن هو يجيله يعني أعراض بسيطة وفي الآخر ما يجيلوش المرض وما يموتش بيه. فالناس بدأت تعمل القصة دي سمتها التجدير، أو هي عرفت بعد كده باسم التجدير، يعني إن حد يجيله جدري أو نجيب له جدري إحنا بنفسنا. وبدأت التجدير ده بدأ يتعمل في أماكن مختلفة من العالم بطرق مختلفة، يعني في الصين وفي أفريقيا وفي الهند. في الصين مثلا كانوا بياخدوا مواد من البثور بتاعت حد عيان ويطحنوها وبعد كده ينفخوها في الأنف بتاع ناس أصحاء ما جالهمش المرض، وده لقوا إن هو بيخلي الناس دي ما يجيلهاش مرض الجدري. موضوع التجدير ده انتشر في أماكن مختلفة ووصل للدولة العثمانية. فالناس في تركيا أو في الدولة العثمانية كان بيعملوا موضوع التجدير ده، وكان يعني حتى لما حد بيجيله المرض مش بيموت منه أو مش بيعيش بتشوهات في جلده. وفي الوقت ده كانوا في أوروبا كلهم بيجيلهم وبيموت منه أعداد كبيرة جدا.
فبدأوا ياخدوا الفكرة دي من الدولة العثمانية، ويعني بدأت تنتشر موضوع التجدير كمان في وصل لأوروبا. الحقيقة إنه في بريطانيا بدأوا ياخدوا بالهم إن الناس اللي بيجيلها جدري البقر مش بيجيلها الجدري بتاع الإنسان. جدري البقر ده هو فيروس، يعني يعتبر زي ابن عم الفيروس بتاع الجدري بتاع البشر. بس لأن هو المفروض إن هو بيصيب البقر بس، فهو لما بيجي للإنسان يعني بيعمل مرض أقل بكتير، لأن هو مش يعني العائل بتاعه هو البقر مش الإنسان. فكان مثلا لو الناس اللي بتتعامل مع البقر كتير زي البنات اللي بيحلبوا البقر، دول كانوا ممكن يتعرضوا لجدري البقر، وبيلاقوا إن هم بيبقى عندهم مناعة من الجدري العادي ومش بيجيلهم. طبيب اسمه إدوارد جينر، هو طبيب بريطاني، سنة 1796 خد باله من الموضوع ده، وكان الناس عارفينه قبله يعني، بس هو عمل تجربة. الراجل ده خد مواد من البثور بتاعت واحدة بتحلب بقر جالها جدري البقر، فخد من البثور بتاعتها اللي جايلها نتيجة جدري البقر، وحط الكلام ده في الجلد بتاع ولد صغير عنده 8 سنين كان ابن الجنايني بتاعه. بعد كده استنى على الولد شوية، واداله بعد كده المرض او الفيروس بتاع الجدري عن طريق انه جاب الماده دي من البثور بتاعت حد عنده جدري البشر بقى. لقى ان الولد ما جالوش المرض بتاع الجدري، لقى ان هو بقى عنده مناعه. فبدأ إن هو يقنع الناس إنها تاخد الجدري بتاع البقر بدل ما تعمل التجدير بالجدري البشر، إن هي تعمل التجدير ده بجدري البقر، أو إن هي تطعم بالجدري بتاع البقر. فطبعا هو كده يعتبر أأمن، لأن هو مش بيستخدم الفيروس اللي هو أصلا الطبيعي العائد بتاعه هو الإنسان. وعمل أول تطعيم في العالم، وكلمة تطعيم بالإنجليزي هي فاكسين، وكلمة فاكسين جاية من الكلمة اللاتينية فاكا اللي هي معناها بقرة، فهو يعني جاية من إن هو خدوا التطعيم ده من البقر. وبعد كده بطلوا بقى التجدير بجدري البشر، وبقوا بيعملوا تطعيم بجدري البقر. فده كان أول تطعيم اتعمل في العالم. طبعا يا رضوى، هي التجربة اللي عملها دكتور أدوارد جانر علشان يثبت فعالية التطعيم ساعتها أفادت الناس، لأن احنا اتعلمنا إن هو فعال. بس دلوقتي طبعا أخلاقيا صعب إن حد يعمل تجربة في إنسان إن هو يحقنه بفيروس. احنا عارفين إن الفيروس دوت ممكن يكون خطر وممكن يكون مميت علشان بس إثبات تجربة. لكن زمان الحاجات دي ما كانش العلماء بيفكروا فيها قوي. صح، وفي غيره تجارب تانية كتير اتعملت، يعني مثلا على أطفال في ملاجئ، إن هما برضو يدوهم الفيروس بتاع الجدري عشان يشوف بعد ما يطعموهم. فالحمد لله مثلا ربنا ستر وما جالهمش جدري بسبب إن هما جالهم مناعة. بس طبعا دي كلها حاجات غير أخلاقية، ودلوقتي العلماء مش بيشتغلوا بالطريقة دي خالص. طب هما العلماء ازاي قدروا يستخدموا التطعيم دوت علشان نقضي على فيروس الجدري؟ يعني اشمعنى الجدري رغم ان في امراض تانية كتيرة عندنا ليها تطعيمات بس ما قدرناش نقضي عليها تماما لسه؟ بالظبط، هو التطعيم بتاع الجدري من أكتر التطعيمات الناجحة، يعني الناس اللي فعلا بتاخد التطعيم خلاص مش بيجيلها المرض، يعني هو التطعيم بيحمي بنسبة عالية جدا جدا. واللي حصل إنه كان في جهودات عالمية منسقة بدأت يعني من بعد ما التطعيم دخله الدكتور أدوارد جينر في بداية القرن التسعتاشر. بدأ في دول تجبر الناس كلها إنها تتطعم، لغاية ما في نص القرن العشرين بدأت المجهودات دي تتكثف جدا، عشان كلنا عندنا هدف واحد إن احنا نقضي على مرض الجدري. فبقى يبقى في حملات تطعيمات موسعة، يبقى في تبرعات بكميات كبيرة من التطعيم، بقى في متابعة للمرض واكتشاف للحالات. فكل ما يبقى في حالة يعزلوها لوحدها ويطعموا أي حد كان قريب من الحالة دي. وفي الآخر خالص في مايو 1980 المرض ده تم إعلان إن هو خلاص اتقضى عليه، والعلماء فعلا قدروا يتأكدوا إن مفيش حالات جديدة. كانت آخر حد جاله المرض بشكل طبيعي بنت في بنجلاديش عمرها 3 سنين اسمها رحيمة بانو، والبنت دي كانت آخر واحدة يجيلها المرض ده. بعد كده خلاص المرض الحمد لله انقرض تماما من العالم. وده يعني قصة نجاح فعلا مبهرة. عادة بترتبط يعني بقصص النجاح الكبيرة، زي مثلا إن إحنا طلعنا القمر، فإحنا كمان قدرنا إن إحنا نقضي على مرض الجدري.
خطوة عظيمة فعلا. يا ريت عقبال أمراض تانية كتير مستنيين إن إحنا كمان نقدر نقضي عليها بالتطعيمات. لو ممكن كده، طب يا رضوى تلخصي لنا إحنا استفدنا أو اتعلمنا إيه من تجربة النجاح ديت؟ احنا اهم حاجة اتعلمناها ان احنا فعلا نقدر نقضي على الامراض المعدية، ما هياش يعني عذاب مكتوب علينا. احنا ممكن بالعلوم وبالدراسة وبالدلائل وبالابحاث ان احنا نقدر نوصل لطرق للقضاء على الامراض دي. ولما ده يكون معاه جهود عالمية منسقة، نقدر ان احنا في الاخر نقضي على الامراض دي وما نضطرش ان احنا نعيش بيها. ومهم كمان نفتكر التاريخ، نفتكر قد ايه في ناس كانت بتموت، قد ايه في ناس كانت بتعيش بتشوهات، قد ايه في ناس كانت بتعيش بعمى بسبب الأمراض المعدية دي. وإحنا لو تخلينا عن العلوم وتخلينا عن الدلائل والأبحاث، قررنا إن إحنا نصدق الشائعات، زي الشائعات الكتير اللي بتطلع على التطعيمات وتخوف الناس. لو إحنا يعني تخلينا عن العلم، هنرجع تاني للوقت اللي كان فيه أعداد كبيرة جدا من الناس بتموت، ونلاقي ان محدش عنده مناعة بسبب الناس رافضة التطعيمات. فاحنا لازم نفتكر احنا كنا فين والحمد لله بقينا فين، وقد ايه ربنا كرمنا ان احنا قدرنا نقضي على مرض، وان شاء الله عقبال امراض تانية كتير نقدر نقضي عليها. يا مسهل. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا على مرض الجدري، مرض خطير كان بيسبب وفيات في تقريبا 30% من الناس المصابين. ورضوى حكت لنا على قصة نجاح أول تطعيم البشرية اكتشفته في العموم، اللي هو كان ضد مرض الجدري، باستخدام جدري البقر، وازاي ان احنا قدرنا نستخدمه علشان نتخلص تماما من المرض دوت سنة 1980. نتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب عشان تسمعوا الحلقات الجديدة من برنامجنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه، تقدروا تتواصلوا معنا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر تحت اسم رضوى أن رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على فيديو اليوتيوب. شكرا لوقتكم، ونشوفكم في الحلقة الجديدة إن شاء الله.